بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم بألف خير. الفيديو بتاع النهاردة زي الهدف منه هو توفير الوقت والمجهود في شهر رمضان. احنا النهاردة هنعمل حاجة نسميها الصلصة او التقلية او التسبيكة اللي بنعملها لمعظم اكلنا. يعني هنعمل مثلا للقراميط، للمحشي، للبقوليات، كبسلة وفاصوليا ولوبيا، زي البسلة والفول الأخضر والفاصوليا الخضراء واللوبيا. لو حضراتكم في حد لسه مخزن لوبيا من بتاع السنة اللي فاتت، هنعمل لمعظم أكلنا. والفرق في الصلصة بتاع النهاردة هنشوفه ايه هو الفرق اللي هيفرق لنا استخدام الصلصة دي في أكل معين واستخدامها في الأكل التاني. عايزين بس نوفر المجهود والوقت، يعني حتى لو هيبقى فيه وقت في رمضان ما تبقيش مجهدة. شهر ربنا يعيدوا علينا أعوام كتيرة ونكون فيه كما يحب ويرضى. فهنبدأ مع بعض وهنشوف ازاي هنعمل الصلصات دي. انا معايا زي ما حضراتكم شايفين طماطم ضربتها في الخلاط وصفتها من القشور والبذر اللي بيبقى في الطماطم. وطبعا بتعملي الكمية اللي انت عايزاها. شوف انت هتعملي محشي قد ايه مثلا طول الشهر، وعشان لما بتسبكي التسبيكة دي او التقلية دي او الصلصة دي وبتبرد بتكيسيهم على حسب ما بتستخدمي. هتعملي مرة اتنين، هيبقى عندك مثلا عزومة وهتعملي فيها محشي، هيبقى ان شاء الله باذن الله الخضار. شوفي هتطبخي ايه، بتعملي اكياس صغيره، ولو احتجتهم مثلا كلهم في عزومه طارئه او حاجه بطلع الاكياس الصغيره ده كلها على بعض واعمل بيها. هتوفر مجهود ووقت جامد. وكمان الطماطم بتبقى غالبا ما بتغلى في رمضان عن الوقت. مهما تكون غاليه الوقت مش هتبقى زي في رمضان مثلا، ولو ما غلتش يبقى وفرت على نفسي المجهود والوقت في رمضان، في الشهر الكريم اللي بنستناه من السنة للسنة. هي فكرة نوفر بها وقتنا ومجهودنا. هنبدأ مع بعض. معايا على البوتاجاز حلتين فيهم بصل متقطع. تعملي الكمية اللي انت عايزاها برضو للأكل اللي هتعمليه، تبقى عارفة انت هتعملي الايه والايه، فبتعملي البصل اللي هيكفي الأكل اللي هتعمليه، والطماطم كمان اللي معاك بتعمليها على القدر اللي انت عايزاه. انا بنشف البصل الاول من الميه، وهنحط زيت اللي ينفع لاقل حاجه بتحتاج زيت. يعني مثلا دي انا هعملها اهوت للخضار والبقوليات والمحشي والقراميط، واللي معايا والصغيره دي هعملها للمكرونه والكوسه. فانا هحط زيت على قد ما هطبخ منها كوسه عشان ما تبقاش زيت الكوسه كتير، وهحط هنا زيت على قد ايه طبيخ البقوليات او الخضار. ولما اجي اعمل والقراميط كمان، القراميط لما بنيجي نعملها فبتتحمر الاول فبتاخد زيت برضو، فبنقلل زيت الايه التقليه او التسبيكه او الصلصه بتاعتها. ولما اجي اعمل محشي هيبقى عندي الورق مسلوق ومتقطع في الفريزر يعني جاهز، وعندي الطماطم جاهزة هعملها اهي، وعندي كمان الشبت جاهز والثوم. طلعي الورق الاول والتسبيكة يفكم، وبعدين تطلعي الشبت وقت الاستعمال على طول. يا دوب هتغسلي الرز وتوفري على نفسك وقت تقطيع البصل ووقت ضرب الطماطم وتصفيتها وتقطيع الشبت وتقشير الثوم. كل ده بيبقى جاهز، ويا دوب هتخلطيه على بعضه وتوفري الوقت اللي كنت هتعملي فيه الحاجات دي كلها في تحشي فيه. التليفون فصل وانا بحمر في البصل. الفرق معلقه توم هنحطها هنا، ان التوم بيدخل في كل الحاجات اللي ذكرتها
محشي قراميط. في ناس ما بتحطش توم بس للمحشي، بس لا هو بيخلوه ريحه حلوه جدا وبيرجع لراحتك برضه. لوبيا، فول، فاصوليا، بسله، كل ده بندخل فيه التوم واحنا بنقلي البصل او بنحمر البصل كده. خلاص ريحه التوم طلعت اهي. هنزل هنا بالطماطم. دي كمان البصله اصفرت اهي. الفرق ان احنا هنا بنحط توم، هنا ما بنحطش توم. صلصه او تقليه او تسبيكه المكرونه والكوسه. بالشكل ده. ولسه عندي نوع ثالث من التسبيكات او الصلصات هنعمله مع بعض. هنشوف التسبيكه التانية بقى هنعملها ازاي والايه والفرق برضو بينها وبين الاتنين دول. نقلت الحله دي هنا وهنقفل عليهم عشان يسبكوا او الطماطم تتطبخ وتنشف. هو ممكن قوي لو احتجت لمحشي وعايزه ازود هجيب كيس من اللي فيه البصل بس واحطه على اللي فيه التوم، وبنحط توم مرتة بيبقى حلو قوي. فيعني هتعرفي تصرفي نفسك ان شاء الله. بس اهم حاجه ان احنا نحاول اللي نقدر عليه نعمله وينفع في رمضان نعمله ونوفر وقتنا ومجهودنا زي ما بقول، والهدف من الفيديو اللي بعمله النهارده. هنغطي كده على الصلصه دي. معايا هنا في الحله دي معلقه توم، طب هنعمل دي الايه؟ دي صلصه البيتزا او الكوارع. طبعا برضو بنعمل حسابنا في الزيت، بنحط زيت على قد ما هنعمل لصلصه للبيتزا. الكوارع كده ولا كده بنزود لها شويه عشان بتتحمر بيها، فبتبقى محتاجه شويه زيت كمان عشان يحمروا الكوارع ما تتحرقش. بندهن الكوارع وبنرصها في صينيه بالصلصه دي وبنحطها في الفرن تتحمر. يبقى كده عملنا معظم الاكل اللي هنعمله بصلصه، حتى لو من غير رمضان. طماطم متوفره، اي حاجه متوفره. كمان لما باجي اسلق البقوليات زي الفاصوليا او اللوبيا او البسله، بسلق اللي انا محتاجاه يومها وازود كمان لطبخه او اتنين يبقوا مسلوقين جاهزين. تطلعي الكيس مسلوق مع الكيس صلصه جاهز، مفيش نص ساعه وكوني طبختي، كونك تطلعي كيس وكيس. والنار يعني احنا مش اقوى منها. هتفك الحاجه اللي انت مطلعاها من الفريزر على طول، وان شاء الله تعملي في اسرع وقت اللي تبذلي فيه مجهود ووقت كبير جدا وانت بتعديه. انا ما كترتش هنا لان انا عندي صلصه بيتزا عاملاها قبل كده. هنقفل على دي كمان عشان تتطبخ. معايا ده برطمان صلصه من اللي عملناها قبل كده على القناه، صلصه الطماطم بالفلفل اللي قفلنا وشه بالزيت وحطاه في التلاجة. شوفوا الصلصه ما شاء الله زي الفل. هنحط على التسبيكات دي صلصه عشان يبقى شكل الاكل ولونه حلو. نحطها دلوقتي تاخد غلوه مع التسبيكه ما شاء الله بتبقى حاجه زي الفل. نضيف لها الصلصه هي كمان، صلصه الطماطم بالفلفل. المحشي والقراميط بيحب الصلصات والطماطم. هنجيبش اللي فيها توم ونحطها على البصل، لان المكرونه معرفش يعني بيرجع بقى يعني لطريقتكم انتم، لكن معروف ان المكرونه والكوسه ما بيتحطش عليهم توم. المكرونه والكوسه زي بعض. البقوليات والخضار اللي بتطبخيه بالفلفل الاسمر والحبهان بس كانك طبخاه بشرب. هنشوف دي كمان صلصه الكوارع والبيتزا.
طبعا الفرق بين بقوليات الكوارع والبيتزا تضيفها على حسب رغبتك. يعني ممكن اول نضيف لما بتيجي تعملي الكوارع بتاخدي الصلصه وبتضيفي لها فلفل اسمر وقليل من الملح مع معلقه او 2 زيت زياده عشان الكوارع ما تتحرقش. هتعملي بيتزا بتحطي زعتر او ما بتحطيش براحتك. تسلقي طماطم وتشيلي قشرها، يعني بتنزليها في الميه السخنه دقيقه بس، وتشيلي قشرها وتقطعيها وتضيفيها لصلصه البيتزا مع الزعتر، بتبقى حلوه جدا. تعملي بيتزا للسحور. ان عملت الصلصه خلاص الاكل خلص، كل الصلصات خلاص عملناها. هنطفي عليهم لما يبردوا نشوف هنكيسهم ازاي. الصلصات دي بتتعمل بدون اضافه اي توابل ولا ملح، الا وقت ما بتخرجي الكيس وبتشوفي هتعملي ايه، بتحطي التوابل اللي تنفع للاكل اللي انت هتعمليه، والملح كمان وقت ما هتطبخي على قدر الطبخه. وبعد الصلصه ما بردت هعبيها في الاكياس، بتعبي على حسب احتياجك. كده كيس مثلا نجمد على الربطه من فوق قوي عشان ما يخرجش الكيس، ما يخرجش الصلصه بالشكل ده. عبيت كل الصلصه بانواعها، حتى في الايام العاديه غير رمضان كمان. كل مثلا ما هتضربي طماطم في الخلاط بتزودي شويه، تشيلي كيسين، انا بشيلها معصوره كده في الفريزر، وهتقلي الحاجه او هتعملي صلصه لحاجه زودي كمان لواحد لطبخه معاها. انقليها في حاجه لما تبرد وتطبخي يومك، والتانية هيشيلها في الفريزر. وخصوصا ان احنا زي ما قلنا ان ممكن بالنوع الصلصه الواحد تعملي بيه كام طبخه. يعني مثلا هتعملي اللي فيها البصل والثوم دي، ممكن اعمل منها الكشري المصري، تبقى صلصه الكشري المصري. بتبقي اختصرتي ووفرتي عليكي مجهود الاكله كامله. هتسلقي كيس مكرونه وتطلعي كيس الصلصه تحطيه وتحطي له الملح والفلفل الاسمر وتحطيه، وهتعملي صلصات اعتبريها طبخه واحده، وبعدين بتوزعيها، بتوفر عليكي وقت في طبخات كتير. انا بعمل ايه بقى لما بشيلهم في الفريزر عشان طبعا الصلصات ما تتلبخش في بعضها. صلصه الكوارع دي برضو نقول ممكن زي ممكن قلت قبل كده تعملي بيها فول مدمس، اللي هي التوم والطماطم بس، خصوصا بقى في السحور ان شاء الله نعمل الفول. تطلعي الكيس وكيس الفول وتحطيه على البوتاجاز وعلى طول، ما ياخدش معاكي وقت. هتسعفك بصراحة. الصلصات دي هتسعفك في شهر رمضان وفي الأيام العادية. أنا عارفة إنه معظمكم عارف الفكرة دي وبيعملها، لكن إحنا بنشجع بعض عشان نوفر وقتنا ونوفر مجهودنا للأهم. كيس قبل ما يدخل الفريزر بلزق عليه تيكت واكتب عليه مثلا دي صلصة بيتزا، أو اكتب عليها صلصة محشي، أبقى عارفة إن بقى تنفع لكل الحاجات اللي معاه. صلصة كوارع أبقى عارفة إنها هتنفع معاها فول مدمس، بيتزا، صلصة مكرونة او صلصة كوسة، ابقى عارفة ان هي هتنفع لكل اللي ذكرته لكل صلصة. مفيش تيكت. باجي على ورق النتيجة القديم واكتب مثلا صلصة محشي بالشكل ده، واقطع الورقة واحطها كده اهو في كيس زي ده، لان انا بجمع كل حاجة شكل بعضها في الفريزر، وانزل الصلصات اللي شكل بعضها دي كده ودي كده. افتح الكيس واشوف الورقة هي ايه، وفي اي درج بقى من ادراج الفريزر واحطها. ورقة تانية مثلا هنا صلصة مكرونة بطبقها بالشكل ده، او لو في تيكت زي ما قلت بحط على كيس واحد فيهم، واسيب الكيس اللي عليه التيكت وبجمعهم برضو في كيس كده كل حاجة شكل بعضها. ولو عملت بعد كده بحطه عليه في قلب الكيس. انا عاملة قبل كده في الفريزر هجمعه كله على بعض، كل حاجة شكل بعضها في كيس.
عملت بعد كده بفتح الكيس واشوف الورقه اللي فيها نوع الصلصه اللي انا عملته واحطه في الكيس. عندي هنا صلصه كوارع، هعمل منها فول واعمل منها بيتزا. احطها في الكيس ده مثلا، وانا عندي صلصه برضو قبل كده هجمعها معاها بالشكل ده. تفتحي الكيس تشوفي الورقه وتطلعي اللي انت عايزاه. عملت بعد كده بتحطيه عليه. وهي فكره لاختصار الوقت والمجهود، عشان ما يبقاش كل حاجه هنعملها في الاكل مره واحده وبنبقى صايمين، وطبعا بيبقى فيه سهر في رمضان وبتبقي مجهده. وغير رمضان زي ما قلت يسعفك في وقت تكوني مستعجله فيه مش قادره، بيسعف وبينجز يعني بصراحه. ودي كانت فكره، ويا رب نعين بعض دايما على عمل الافكار اللي تريحنا او لعمل الخير، وربنا يقوينا جميعا على طاعته وحسن عبادته، ويعيننا على ذكره وشكره في رمضان وغير رمضان، يجعلنا من المقبولين. ويا رب الفيديو والفكرة تكون عجبتكم، وكل سنة وانتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.